احسن بسكوت سمنة ممكن تعمليه وتطلعيه بالشكل ده افضل بكتير من بتاع المحلات والافران. شايفين عامل ازاي؟ اللون موحد من تحت زي من فوق ومستوي كمان من القلب. شايفين عامل ازاي؟ وكمان القلب بتاعه واخد نفس اللون. هقول لكم كل الاسرار في الفيديو. يلا نشوف اتعمل ازاي. معايا المقادير هنا: كيلو دقيق، 500 جرام من السمنة الساقعة، 4 بيضات، 300 جرام من سكر البودرة المنخول، 70 جرام حليب سائل، 50 جرام حليب بودر، ومعايا 60 جرام من البيكنج باودر. اول حاجة هحط السمنة مع السكر، والمهم يكون السكر منخول كويس. هبتدي احطهم في العجان بقى عشان يفكوا من بعض، لان السمنة هنا ساقعة وانا سقعت السمنة عشان تديني نفس قوام الزبدة لما تتخفق. شايفين؟ هوريكي بقى مراحل ضرب السمنة كده. احنا عايزينها توصل قوام الكريمي. شايفين؟ لسه هي ما اتخفقتش كويس. هرجع تاني العجان وهرجع المضرب وهضرب تاني كويس قوي. هشغل بقى على السرعة العالية وهبتدي اخفق لحد لما الاقي كل السمنة والسكر اتجانسوا مع بعض وبقوا عاملين زي الكريمة. شايفين عاملة ازاي؟ هي لسه برضو محتاجة شوية. هفضل اضرب فيها كده لحد لما تفك خالص وتبقى شبه الكريمة وكمان بتزيد. معايا بقى البيض. هنزل البيض بيضة بيضة واحدة ورا التانية كده لحد لما تختفي كل واحدة. هنزل التانية. شايفين عاملة ازاي؟ اهم حاجة هنا ما نزودش الضرب بعد البيض، لان البيض هو اصلا عامل رفع لوحده، فلو زودنا الضرب هيخلي البسكوتة تفرش. ومعايا تاني بعد كده 70 جرام من الحليب السائل هنزله بعد البيض على طول. لحد هنا ما تبالغيش في الضرب. هنا انا ما حطيتش فانيليا علشان هستخدم ريحة برتقان. ريحة البرتقان ديت بتيجي من اي عطار بالازازة. الازازة بتكون صغننة كده. يا دوب انا استخدمت معلقة صغيرة منها. هحطها بعد الحليب. هخفق بس حاجة بسيطة خالص كده وهيكون كده الخليط معايا جاهز. هو كده ما شاء الله. شوفوا رفع ازاي ولونه عامل زي الكريمة. هو كده تمام. هنا هبتدي بقى في المكونات الجافة. اول حاجة هشيل كوباية على جنب من الدقيق، وبعدين هنزل بقى الحليب البودرة، وهحط معاه 60 جرام كمان من البيكنج باودر، وهنزل معاهم رشة من الملح. هبتدي بقى اقلب الكلام ده كله مع بعضه. وخلوا بالكم ان احنا شلنا كوباية من الدقيق. هنا هبتدي انزل بقى بالتدريج كده. هنزل 3/4 المقدار وانا شايله برضو كوبايه عشان هشوف هستخدم قد ايه. هبتدي اقلب بقى واحده واحده كده بالمعلقه. ما تبالغيش برضو في التقليب. انا بس هلم العجينه علشان العجينه ما يبقاش لها عرق. شايفين انا لميت العجينه كده بالمعلقه. هجيب بقى الدقيق. انا كده لقيتها محتاجه تاني دقيق. هبتدي انزل عليها دقيق تاني زياده لحد لما اوصل للقوام ده. شايفين؟ انا مش عايزه العجينه بتاعتي تلزق. هي كده مظبوطه قوي، طريه قوي ومظبوطه، وفي نفس الوقت مش بتلزق. القوام ده مناسب قوي للكيس. هنيجي بقى دلوقتي على الاقماع بتاعه البسكوت. انا معايا 3 اشكال من اقماع البسكوت وجربتهم كلهم. الشكل ده المتعارف عليه والمعروف من زمان، والشكل ده كمان اللي في ايدي ده اللي هو بيكون سنون من تحت ومن فوق، ده بلاش خالص ما تستخدميهوش. والتاني المعروف ده اللي هو بيكون بتكون البسكوتة فيه تخينة شوية، لكن انا استخدمت اللي هي ال1 دي اللي هو القمع عليه رقم 1 دي احسن رسمة للبسكوت. حطيتها بقى في كيس حلواني كده زي ما انتم شايفين. انا بحب احط كيسين في بعض كده عشان افضل محافظة على الكيس القماش بتاعي، وده افضل كيس ممكن تستخدميه. هبتدي امسك بقى العجين. هبتدي امسك الكيس بتاعي بالشكل ده كده، وهنزل البسكوتة بالطريقة دي. انتوا شايفين اصلا قد ايه سلسة جدا جدا في التعامل، والعجينة طرية جدا. شايفين ما شاء الله عاملة ازاي؟ وكمان عملت الشكل الزجزاج ده. الشكل ده طالع ترندي قوي، بس بصراحة انا بحب الشكل العادي ده بيكون شكله. نكمل كل المقدار بتاعنا بنفس الطريقة دي.
انا بمسك الكيس كده يا دوب بقبضة ايدي، مش بملى الكيس على الاخر، وبنزل بالراحة قوي على الصاج، ايدي تبقى مرفوعة حاجة بسيطة لحد لما اوصل لمقاس البسكوتة اللي انا عايزاه. هي كده مناسبة قوي. شايفين العجينة نازلة سلسة وجميلة ازاي؟ سهلة قوي في التشكيل ومش هتتعبك خالص، وان شاء الله هتعملي الكمية كلها بكل سهولة وبساطة. تعالوا بقى نتكلم شوية عن التسوية. في البداية انا عليت الفرن بتاعي على درجة حرارة 200، حطيت الصاج بتاعي على درجة حرارة 200 بس يا دوب اتشمع. اخدت الصاج بتاعي والشبكة كمان ورفعتهم على اعلى حتة في الفرن، وهديت النار على الاخر. انا هديت النار عشان كله ياخد نفس اللون ونفس الشكل، وما شغلتش الشوايه خالص عليه لاني مش هتاخدي نفس النتيجه دي. شايفه ما شاء الله طالع عامل ازاي؟ كله لون واحد، من تحت زي من فوق زي قلبه بالظبط، والقلب كمان واخد نفس اللون. شايفين عامله ازاي؟ ومحتفظ جدا جدا بالرسمه بتاعته. فعلا دي افضل طريقه وافضل تسويه. نبطل بقى نشتري الحاجات دي من بره ونعملها في البيت. وكمان هنا الشكل اللي احنا عملناه مع بعض اللي هو الزجزاج، شايفين طالع ازاي؟ ما شاء الله. شايفين القلب بتاعه عامل ازاي؟ تحفة بجد. وسر التسوية دي كمان مدياني نفس نتيجة التحميصة اللي هي بنلاقيها من بره. البسكوتة بتكون متحمصة وبيكون واخد كله نفس اللون. شايفين؟ ما شاء الله. بجد مش قادرة اتكلم تاني عنه لانه رائع، ولو جربتيه بجد بجد هتفضلي تعمليه على طول. لو وصلتي بقى لحد هنا، تنسيش بقى الاشتراك في القناة واللايك والشير.